قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. ويلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع مجموعة أصدقاء واللي كانوا سهرانين سوا وبيتكلموا عن الإشاعات اللي منتشرة في البلد واللي بتتكلم عن السفاح اللي بيظهر كل سنة عشان يقتل الشباب اللي موجودين في البلد، وبيكونوا سهرانين في بيت صديقتهم جيني واللي بنعرف إن أهلها أغنياء جدا وبيحبوا يجمعوا التحف الأثرية. ولما بيدخل صديقها إيزاج البيت بيلاقي سكينة أثرية محفوظة في صندوق من الزجاج عشان محدش يقرب منها، وبعدها بيسيبها في مكانها وبينزل البدروم عشان يجيب مشروبات لأصحابه. وبنلاحظ إن أحد الأقنعة اللي أهل جيني معلقينها على الحيطة اختفت من المكان، وبعد ما بينزل إيزاك البدروم فجأة بيظهر السفاح وبيخلص عليه، وبيبدأ السفاح يخلص عليهم واحد واحد، وبعدها بيوصل أهل جيني البيت بعد ما بيكون السفاح خلص عليهم كلهم. ولما بيلاقي السفاح السكينة الأثرية قدامه بيقرر ياخدها معاه وبيهرب من المكان. وتاني يوم بنشوف واحدة اسمها ميري واللي بتصحى من النوم يوم الحفلة اللي المدرسة هتعملها واللي هيحضرها كل أصدقائها، لكن ميري بتكون مش هتقدر تخرج للحفلة وبتقرر تفضل مع والدتها عشان ما تزعلش. وبعدها بتقابل أصحابها اللي بيحاولوا يقنعوها عشان تحضر الحفلة معاهم، وبيقولوا لها إن صاحبها بوكر واللي ميري بتكون معجبة بيه هيكون موجود في الحفلة، وبتقول لها ليلي إنها لازم تهتم بنفسها شوية بدل ما هي قاعدة دايما مع والدتها، فبتقول لها ميري إن هي هتفكر في الموضوع بعدين. ولما بتدخل ميري المدرسة بتجري بسرعة عشان تلحق حصة الفصل الدراسي واللي كان بدأ، وبتقعد جنب زميلها بوكر اللي هي بتحبه، وبينصحها بوكر وبيقول لها على فكرة إن هي ممكن تقدم الساعة بتاعتها 5 دقايق عشان ما تتأخرش على موعدها، وبيقول لها إن هو من ساعة ما عمل الفكرة دي ما بقاش يتأخر على أي ميعاد. وبعدها بتبدأ الحصة والمدرس بيزعلها على التأخير، لكن ساعتها بيجي لكل الطلبة رسالة وبيعرفوا إن 4 من الطلبة زمايلهم اتقتلوا على إيد السفاح اللي في المدينة. ورغم كده المدرسة بتقرر تعمل الحفلة عادي، وبالليل ميري بتكون موجودة في ملعب المدرسة عشان تقدم الاستعراض بتاعها. وبعد ما الماتش بيخلص زمايلها بيودعوها، وبتفضل ميري قاعدة عشان تستنى والدتها عشان توصلها، وبتفضل منتظرة لحد ما كل زمايلها بيمشوا من المكان وبتكون هي الوحيدة اللي موجودة. ولما بتحاول تتصل بوالدتها اختها تشيرو اللي بتكون شغالة شرطية هي اللي بتتصل بيها، وبتقول لها ان والدتها نامت ونسيت انها هتوصلها. وفجأة الموبايل بتاع ميري بيفصل وكل الانوار بتطفي، وبعدها بيظهر واحد قدامها وماسك سكينة واللي بيكون سفاح المدينة، فبتحاول تهرب ميري من المكان لكنه بيمسكها وكان لسه هيطعنها بالسكينة. فجأة العين اللي في السكينة بتحمر والقمر بيختفي، واول ما يضربها السفاح بالسكينة الأثرية اللي سرقها بيتألم هو كمان كأن هو اللي اتضرب وبيبدأ ينزف. وساعتها بتظهر اختها تشير وبتضرب رصاصة عشان تهدد السفاح، وبعدها بيهرب من المكان وبتقدر انها تنقذ اختها. وبنلاحظ ان السكينة وقعت منه على الارض وهو بيهرب من المكان. ولما بيروحوا اسم الشرطة بتاخد السكينة وبتحتفظ بيها. وبعد ما بيروحوا هما الاتنين البيت بتنام ميري وبتحلم بكوابيس عن السكينة وعن اللي حصل. وتاني يوم اول ما تصحى ميري من النوم بتكون مستغربة الأوضة اللي هي فيها، ولما والدتها بتروح لها عشان تطمن عليها مش بترد عليها، وبتبص لنفسها في المراية وهي مستغربة جدا. وفي نفس الوقت السفاح بيصحى من النوم في مكان مهجور وبيبقى هو كمان مستغرب، واول ما يشوف نفسه في المراية بيصرخ وبيبقى مش عارف اللي حصل. وبعدها بيخرج من المكان اللي هو فيه وبيلاقي صوره انتشرت في كل مكان عشان اللي يشوفه يبلغ عنه الشرطة. وميري وهي في البيت بتشوف شكل السفاح اللي هجم عليها في الأخبار في التلفزيون، واول ما تقعد على السفرة بتنزل أكل كأنها ما أكلتش من زمان. واول ما ميري بتشوف أختها تشير قدامها بتمسك السكينة وكانت لسه هتخلص عليها، لكن والدتها بتاخد منها السكينة عشان تكمل طبخ، وبتقول لها تجهز نفسها عشان تروح المدرسة. ولما بتروح ميري المدرسة بتكون لابسة لبس غير اللي هي متعودة عليه، واصحابها بينادوا عليها لكن ميري مش بترد. وبعدها بتيجي رول زميلتها واللي كانت دايما بتحاول تضايقها، وبتقول لها ان هي كانت خايفة عليها جدا من اللي حصل لها من السفاح، وبتقول لها ان الاخبار كلها بتتكلم عن اللي حصل في التلفزيون. وبتفضل تهزق وتشتم في السفاح لحد ما ميري بتتضايق وبتطلب منها تروح لمكان تاني معاها عشان تحكي لها عن اللي حصل. وفي نفس الوقت بيكون السفاح بيحاول يبعد عن الشوارع وبيحاول يستخبى لان صوره في المدينة كلها وممكن اي حد يتعرف عليه، وبيقدر ان هو يوصل للمدرسة اللي فيها ميري وبيستخبى هناك. وميري بتكون مع رول واللي بتطلب منها تحكي لها عن اللي حصل مع السفاح، لكن رول بتتريق على ميري وبتقول لها ان هي هتروح الحمام وترجع لها عشان تحكي لها عن اللي حصل. ولما بتروح رول الحمام بتسمع واحد جوه حمام البنات وبيغني، ولما بتدخل بتلاقي السفاح جواه وبياخد دش، فبتطلع تجري من المكان وهي مرعوبة. وفجأة بتلاقي ميري قدامها وبتطلب منها تساعدها، لكن ميري بتاخدها وبتدخلها جهاز العلاج بالتبريد وبتقفل عليها الباب وبتشغل الجهاز على اقل درجة حرارة. وبعدها السفاح بيكون خلص الحمام بتاعه، وبعد ما بيخرج بيشوف الجهاز
واول ما يفتحوا بيلاقي رول جواه وميته وهي متجمده، واول ما تقع على الارض بتتدمر. وتاني يوم المدرسه بتعلن عن تاجيل الحفله بسبب السفاح اللي في المدينه، وبيشوف المدرس بتاع ميري وهي ماشيه في المدرسه وبينادي عليها عشان اتاخرت على الحصه زي عادتها، وبيفضل يزعق ويتريق عليها عشان مش بتحترم المواعيد قدام كل زمايلها. وبالليل بيكون اصدقاء ميري في المكان اللي بيتجمعوا فيه دايما، وفجاه بيظهر السفاح قدامهم وهما الاتنين بيخافوا جدا منه وبيجروا من المكان، لكن السفاح بيفضل يجري وراهم وبيقول لهم يسمعوه لحد ما بيدخلوا المطبخ بتاع المدرسه، وبيقول لهم السفاح ان هو ميري صديقتهم، وهم بيكونوا مش مصدقين وبيحاولوا يضربوه باي حاجه في المطبخ عشان يهربوا منه، لحد ما السفاح بيوقفهم وبيرميهم على الارض وبيبدا يعمل الاستعراض بتاع ميري وهم مش مصدقين عينيهم. وبعدها بيبداوا يسالوه اسئله خاصه بيهم محدش يعرفها غير ميري وهم، فبيجاوب عليها كلها صح، وبيفهموا ان اللي واقف قدامهم مش السفاح وان هو ميري صديقتهم لكن في جسم راجل. وبعدها بيدخلوا الحمامات عشان يفهموا اللي حصل منها، وبتقول لهم ميري ان السفاح لما طعنها بالسكينه اتصاب هو كمان في نفس اللحظه. وتاني يوم اول ما صحيت لقت نفسها في جسم السفاح، وبتقول لهم ان هي شافت في الحلم ان السكينه مكتوب عليها كلمه لا دولا، ولما صديقها جوش بيبحث عن معنى الكلمه على النت بيلاقي السكينه واللي بيكون مكتوب كلام عنها لكن باللغه الاسبانيه، فبيسيبوا ميري في الحمامات وبيروحوا للمدرسه بتاعه اللغه الاسبانيه عشان تفهمهم الكلام، وبتقول لهم مكتوب ان السكينه مسؤوله عن تبديل الارواح، وانه مكتوب في المقال ان تاثيره هيفضل شغال لحد ما يتم طعن الشخصين تاني في نفس الليله قبل الساعه 12 بالليل. وبيروحوا تاني على ميري اللي في جسم السفاح وبيعرفوها ان هم لازم يلاقوا السكينه وتطعن بها السفاح اللي في جسم ميري قبل الساعه 12 والا هتفضل في جسم السفاح للابد. وبتكون ميري ساعتها في المدرسه وبتروح للمدرس بتاعها واللي بيكون قاعد لوحده في الفصل، وبتقرر تنتقم منه بسبب ان هو سخر منها وزعق لها قدام الطلبه، وبتهجم عليه لحد ما بتخلص عليه. واول ما تخرج بتلاقي جوش وليلي قدامها ومعاهم ميري، وساعتها ميري بتصرخ وبتقول ان السفاح موجود في المدرسه عشان يهربوا وتهرب منهم هي كمان، وبيهربوا من المدرسه قبل ما يتم القبض عليهم، لكن اختها تشير بتطاردهم بعربيه الشرطه، وبيقرر جوش ان هم يسوقوا العربيه وبيدخلوا مول تجاري عشان يقدروا يستخبوا من الشرطه هناك. وفعلا بيدخلوا المول وبيدخلوا السفاح عشان يستخبى في غرفة الملابس، وهناك بيخلوه يلبس ماسك عشان محدش يقدر يتعرف عليه. وبعدها بيقدروا يخرجوا من المول، وبيقدر جوش ان هو يعرف مكان ميري عن طريق فيديو نشره واحد من زمايلهم وبيعرفوا مكانها فين بالظبط، وكلهم بيروحوا للمكان ده وبيشوفوا في كاميرات المكان ميري وبيفهموا ان هي عايزه تقتل بوكر، وبيفضل السفاح يدور عليها لحد ما بيلاقيها وبيقدر يضربها وبيفقدها الوعي قبل ما تقتل بوكر، وبعدها بيمسك بوكر هو كمان وبيفقده وعيه قبل ما يبلغ عنه الشرطه. وبعدها بياخدوهم هما الاتنين في بيت جوش وبيكتفوا ميري في الكرسي لحد ما يشوفوا هيقدروا يوصلوا ازاي للسكينه اللي في اسم الشرطه. وبعد ما بيفوق بوكر بيفهموه كل اللي حصل وبيقولوا له ازاي روح ميري اتبدلت مع روح السفاح بعد ما طعنها بالسكينه، وبيفهم بوكر كل اللي حصل وبيقول لهم ان هو هيساعدهم. وبيقرروا ان جوش يفضل مع السفاح عشان يراقبه والباقي هيروحوا عشان يسرقوا السكينه اللي في اسم الشرطه، وبيستغلوا ان الشرطه اكيد كلهم بيدوروا على السفاح في المدينه، وفعلا بيروحوا للاسم وبتقول لهم ليلي ان هي اللي هتدخل عشان تسرق السكينه، وبتقول لهم يراقبوا الاسم ولو اي حاجه حصلت يحذروها عن طريق تشغيل انذار العربيه وهي هتفهم وتهرب. وبتدخل ليلي فعلا الاسم لكنها بتلاقي جواه تشير اخت ميري لوحدها، فبتحاول ليلي تخدعها وبتقول لها ان هي دخلت الاسم عشان تتحمى فيه لان السفاح كان بيطاردها بره الاسم، وبتقول لها ان هو موجود بره. وجوش بيكون مع ميري في البيت لكن والدته بترجع، ولما بتشوف ميري مربوطه قدامها بتسال جوش عن اللي بيحصل، فبيقول لها ان هما بيلعبوا لعبه هو واصحابه، لكن فجاه بتقدر ميري ان هي تفك نفسها وبتجري وراهم، فبيدخلوا اوضه عشان يستخبوا منها. وبيتصل جوش بليلي عشان يعرفها ان ميري هربت منهم، وساعتها ليلي بتقدر ان هي تسرق السكينه من خزنه الاسم، لكن ساعتها بتدخل تشير تاني وبتفهم ان ليلي بتحاول تسرق السكينه وبتهددها بالسلاح عشان تسيب السكينه على الارض، لكن ميري بتقدر توصل للمكان وبعدها كلهم بيواجهوا بعض، وميري بتقدر ان هي تخدع اختها وبتاخد السكينه من على الارض وبتهرب بيها. ولما بيدخل السفاح بتهدده تشير بالسلاح وهي مش فاهمه ان هو اختها، وبتحاول تخليه يدخل الحجز لكنه بيقدر ياخد منها السلاح وبيدخلها هو وبيحبسها. وبعدها بيطلعوا من المكان عشان يلاقوا ميري قبل ما تقتل اي حد، وبيعرفوا بعدها من بوكر المكان اللي هتتعمل فيه الحفله بدل الحفله اللي المدرسه لغتها، وبيروحوا كلهم لهناك وبيبقى فاضل بس 5 دقايق على الساعه 12، وبيدي بوكر الساعه للسفاح
وبيظبطها عشان تضرب على الساعة 12، وكلهم بيبدأوا يدوروا على ميري لكنها بتكون بدأت تقتل في كل الطلبة، وبيدوروا عليها كتير لحد ما بيلاقوها. وميري بتحاول تهجم على السفاح لكن السفاح بيهجم عليها بالسكينة وبتقع على الأرض، فبتاخدها وبتحاول تهرب منهم، وكلهم بيجروا وراها لحد ما بيقدروا يوقفوها على الأرض وبيثبتوها عشان السفاح يطعنها. لكن فجأة المنبه بيرن والساعة بتكون 12، وبيفهموا إن هم فشلوا عشان يرجعوا أرواحهم تاني. لكن جوف ساعتها بيلاحظ إن جرس المدرسة ما ضربش، وبيفهم إن الساعة لسه ما جتش 12، وبيفتكر السفاح اللي هو ميري لما بوكر قال له إن هو بيقدم الساعة 5 دقايق عشان ما يتأخرش على المواعيد بتاعته، وبيفهموا إن لسه قدامهم 5 دقايق على الساعة 12. فبيطعن السفاح بسرعة ميري في نفس المكان، والقمر بيختفي تاني زي ما حصل أول مرة، وبيقدروا إنهم يرجعوا أرواحهم تاني زي ما كانت. وبعدها بتظهر الشرطة عشان تقبض على السفاح لكنه بيرفض يستسلم ويسلم نفسه، والشرطة بتضرب عليه النار، وبترجع ميري لجسمها الحقيقي والكل بيطمن عليها. والشرطة بتاخد السفاح وبيحاولوا ينقذوه قبل ما يموت لكنه بيقدر يخدعهم وبيشيل جهاز قياس النبض عشان يعمل نفسه ميت. وميري بتروح بيتها واختها ووالدتها بيطمنوا عليها، ولما الليل يجي بتحس ميري بحركة في البيت، ولما بتقوم بتلاقي الباب مفتوح، وبتفضل تدور في البيت وهي قلقانة لحد ما بيظهر فجأة السفاح وراها وبيمسكها من دماغها عشان يخلص عليها. لكن قبل ما يعمل كده بتظهر اختها عشان تنقذ ميري لكن المسدس بيكون فاضي، وساعتها بتظهر والدتها من وراه وبتضربه على دماغه، وكلهم بيبدأوا يضربوا فيه مع بعض لحد ما ميري بتقدر ان هي تمسك خشبة وبتضربه بيها في ظهره عشان تخلص عليه وتتأكد ان هو مش هيرجع لهم تاني. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده، وسلام.